يا مساء الفل عليكم جميعا، كل سنة وانتم طيبين. الدراسة خلاص على الأبواب. منورين دنيتك مع شيماء. اللي بيشوفني لأول مرة ما ينساش بقى ان هو يدوس لايك للفيديو، وكمان يعمل اشتراك للقناة وخلوا الجرس كده يرن عشان يجيلكم الفيديوهات الجديدة. النهاردة فيديو جميل مختلف عن المعتاد. النهاردة هنعمل حفلة للبنات عندي قبل المدرسة. عايزاكم تتابعوا الفيديو للآخر علشان تاخدوا كده أفكار ازاي بحاجات بسيطة جدا ومن غير تكلفة نقدر نفرح بيها ولادنا، ونعمل كده يعني تغيير ونوع من البهجة والفرحة. احنا اولا خلصنا تجهيزات المدرسة في فيديوهين سابقين مع بعض، برضو هتلاقيهم على القناة. جهزنا الشقة ورتبنا ونظفنا وعملنا كل حاجة علشان نكون مرتاحين في المدارس. النهاردة بقى فيديو مختلف زي ما قلت لكم، وتعالوا نشوف هنعمل الزينة دي ازاي، وهنعمل جو جميل قوي النهاردة، وهحكي لكم ايه سبب الحفلة الحلوة دي. بدأت معاكم الفيديو كده من الأول إني أنا كنت مروقة الشقة وتمام خالص. النهاردة كان عيد ميلاد البنات عندي في البيت. يعني أنا عندي جنى الصغيرة يوم 8 وهنا يوم 18، فبنعمله لهم كل سنة مع بعض. سنة بقى يوم عيد ميلاد هنا وسنة يوم عيد ميلاد جنى عشان محدش يزعل. السنة دي بصوا دي الزينة اللي كانت موجودة عندي في البيت، أنا مشتريتش أي حاجة. طلعناهم كده حطيتهم هنا في الأوضة بتاعتهم، وقلنا تعالوا نشوف كده ايه اللي نافع من الزينة دي كانت حاجات كده من حفلة عند البنات، او شوية زينة كنت احيانا في حاجات بحطها كده في عيد ميلاد في عيد. لقيت في حاجات طبعا متقطعة وحاجات ايه يعني كويسة، ففرزنا كده الزينة. وقلت لهم تعالوا نعلق الزينة بره، كانوا هم عايزين يعلقوا في اوضتهم السنة دي. قالوا لي لأ احنا عايزين الزينة في أوضتنا عشان نكون قاعدين كده فرحانين بشكل الأوضة ونفضل كده باصين عليها، فقلت ايه يعني اللي يريحهم. فطلعنا الزينة. بصوا يعني انا كنت بقول صراحة ان هي مش هتنفع خالص، حاجات يعني ايه قديمة شوية، وفي حاجات كانت متقطعة. بس والله طلعت جميلة وطلعنا الحاجات اللي تنفع. فقعدت افكر طب اعلق لهم الزينة دي ازاي. يعني مش عارفة بصراحة، فطلعت كده زي ما انتوا بقى ما شايفين، علقنا فرع كده على الحيطة. وكمان بصوا كل حتة في الأوضة زيناها، يعني هم كانوا عايزين أكتر من كده كمان، بس أنا قلت لهم لأ حلوة قوي كده. الأوضة بصوا بقت حفلة، يعني ما تتخيلوش شكلها كان جميل بجد ازاي في الآخر. جبنا كمان فرع من الزينة كده حطيته لهم على باب الأوضة بتاعهم، وكمان فرع كده فوق السرير. طبعا انتوا شفتوا تنظيفات الأوضة دي معايا. الأوضة للي ما يعني بيشوفني لأول مرة، كانت فيها سريرين، بس أنا شلت السرير وسبت السرير ده بس. قلت أوسع كده الأوضة للبنات عشان الدراسة جاية، وأعرف أحط لهم ترابيزات أو مكتب يقعدوا يذاكروا عليه، وتبقى الأوضة كده واسعة. فعملنا الحاجات دي كلها في فيديو هتلاقوه عندكم يعني. بصوا بقى فرع الزينة ده حبيت اعمل بيه شكل كده كأنه قلب. فهاخده كده بالطريقة دي، حبيت اوريها لكم برضو، ورحت حطاه على الحيطة كده الفاضية اللي جنب الشباك. وكنت بلزق كل حاجة بالسولوتيب اللي في ايدي دي. ما تلزقيش ابدا اي حاجة بالدبل فيس على الحيطة، لاني لما بتيجي تشيليها عايزة اقولك بتتشال بالحيطة، يعني بتطلع البياض نفسه. فالسولوتيب ده جميل ما بيسيبش اي اثر، لما بتيجي تشيليه بتشيلي على طول بتبقى الحاجة كويسة جدا. وكان عندنا كده بلالين، بصوا حبيت اوريكم برضو طريقتي في البلالين، ان انا مش بربطها بصوا بالخيط كده، بلفها كده بالخيط وبروح عقداها عقدة او عقدتين. يعني دي صراحة طريقة فكرة ماما. دي بتحافظ على البلالين بقى، يعني بعد ما بتخلصي المناسبة بتاعتك بتشيلي الخيط ده بتقطعيه، البالونة بترجع زي ما هي. وبتشيليها لو عندك بقى طبعا أي مناسبة تاني بتقدري تستخدميها. عكس بقى لما بتكوني انتي ربطاها فخلاص ما فيش أي حل غير انك تسيبيها تفرقع بقى. يعني بنستخدمهم كذا مرة بقى البلالين. جبت بقى البلالين اللي أنا نفختها وكنت سايبة كده حتة من الخيط وبدأت أحطها في الزينة. بصراحة يعني أنا حبيت أعمل الفكرة دي،
لكذا سبب، حبيت أفرّحهم بعيد ميلادهم، حبيت كمان نغيّر كده يعني يوم ونغيّر كده إيه، عارفين نفسيّة كده قبل المدارس، خلاص المدارس يعني إحنا هندخل الأسبوع الجاي إن شاء الله. فقُلنا بقى تغيير كده وافرّحهم، وكانوا فرحانين جدًا، جدًا بشكل الأوضة، يعني الأوضة شكلها بُصّوا جميل أوي، البلالين والزينة مع إنها حاجات بسيطة، بس بجد والله كان شكلها جميل خالص ومديّة كده فرحة وبهجة، يعني أنا بُصّوا نَفْسي بقيت قاعدة عمّالة أتفرّج عليها وكنت فرحانة. فحطيت لهم في كل حتّة بلالين، بُصّوا كل حتّة، حتى يعني في الإيد بتاعة الباب، في المروحة، في كل حاجة كده بلالين كتير، وشغّلت لهم بقى فرع النور اللي هو فوق الستارة ده، وعندي كمان لمبة كده كنت موريها لكم كانت مشتريات رمضان اللي فات، اللي هي بتقعد تعمل أنوار كده وبتقعد تلِف حاجات في السقف كده. فلمّا بنطفي كمان النور بُصّوا الجمال بقى، يعني كانت الأوضة خطيرة، يعني اللي كان مفرّحني بجد هي فرحتهم، يعني مش قادرة أقول لكم فرحتهم كانت عاملة إزاي، فعلًا الولاد بيفرحوا بأي حاجة حتى لو كانت بسيطة. فلو أنتِ مثلًا عندِك مناسبة حابة تفرّحي ولادِك والله بحاجات بسيطة خالص من غير ما تكلّفي، بيقدروا يفرحوا وبيبقوا مبسوطين، يعني بُصّوا الحاجات دي أنا ما كلّفتش حاجة خالص، الزينة كانت عندي، البلالين، ولا كلّفت أي حاجة، بس كان حسّيت إن أنا فرّحتهم وبسطتهم، الحاجات دي بتفضل فاكرينها على طول، دايمًا بيبقوا فاكرين يوم عيد ميلادهم كانوا بيعملوا إيه وأنتِ بتعملي إيه ليهم. كمان بقى جِبت فاكهة في اليوم ده، وقُلت برضه جِبت نوع الفاكهة اللي هُم بيحبوه، جِبت عنب كده وغسلته، بصراحة كان اليوم ده إيه، أنا أصلًا كنت كسلانة وما كنتش يعني عايزة أعمل حاجات كتير وفي نفس الوقت عايزة أفرّحهم، فيعني عملت اللي أنا قدرت عليه ده، وده كان هدفي من الفيديو إن أنا يعني حابة أورّي إني مش لازم عشان أفرّح اللي قدّامي إن أنا بقى أفضل طول اليوم واقفة وتعبانة وعمّالة أعمل في حاجات، بُصّوا حاجات بسيطة جدًا. يعني بس زيّنّا الأوضة، جِبت فاكهة كده، جِبت بلح وجِبت مانجا، حبّيت برضه أورّيكم طريقتي في غسيل المانجا، أنا مخصّصة الفرشة البينك دي للفاكهة، لإني عارفين بيبقى في برضه في المانجا كده شوية رملة من الحروف، فدي بُصّوا بتنضّفها وبتشيل كل حاجة. كمان بقى في البلح باحب كده أنا أفصّصه علشان يتغسل حلو، فحاجات بسيطة خالص كلّها، يعني بس زينة، حبّة فاكهة حلوين، حتى في الأكل النهارده هتشوفوا ما عملتش حاجة يعني كبيرة ولا حاجة مُتعبة، أنا سألتهم عايزين تاكلوا إيه النهارده، والله اللي كانوا هيطلبوه أنا كنت هاعمله، بس يعني ربنا يكرمهم طلبوا حاجة بسيطة بصراحة، هُم كانوا عايزين ياكلوا برجر. فبصراحة ما كانش عندي لحمة أصلًا إن أنا أعمل برجر وما نزلتش، ففكّرت طَب أعمل إيه، قُلت هاجيب بقى برجر جاهز بس هاستخدم نوع كويس هاوريه لكم برضه، وكمان بقى كان عندي أنا كام قطعة كده من البانيه، فقُلت هاطلّعهم وأعملهم strips وهتشوفوه معايا دلوقتي، وده بقى شكل الفاكهة كده، وكنت جايبة كيلو لبن مع الفاكهة غليته عملت بقى الستريبس الفراخ حمّرته كده في الزيت، قطّعت بقى طبق كده طماطم وقتّة، ده شكل الستريبس أهو طعمه يجنّن، بيبقى عارفين عامل زي الساندوتشات كده اللي بناكلها من برّه، فحلو أوي قُلت يبقى يعني برجر لحمة وفيه برضه فراخ، جِبت بقى نوع برجر المراعي ده يعني كويس معقول حلو، آمم الكيس ده بُصّوا هو فيه 25 قطعة تقريبًا هو كيلو، ده ب90 جنيه، بس في أماكن بتبقى عاملة عروض، يعني أنا عندي بيبقى أي سوبر ماركت كبير كده عامل عروض، فبيبقى بينزل ل85 برضه يعني ده معقول شغال، مش هاقول لِك واو تحفة ومش وِحِش، في أنواع فعلًا سيئة، بس ده كويس، المراعي كويس فبُصّوا كان غدا بصراحة حلو وسريع كده ومُنجز، عارفين بقى جبنة كده الكايزر على طول تحطّي كابوتشا، طماطم، برجر، لو عندِك بقى أي صوصات، سهل وسريع، وكانت الولاء يعني البنات هُم اللي مختارينه، فأنا كنت حاسة إن أنا يعني باعمل لكم الحاجة اللي أنتم عايزينها، ما فيش يعني إيه انبساط أكتر من كده. وحبّة بيبسي بقى والحمد لله. في آخر بقى اليوم بالليل جِه بقى باباهم ربنا يخلّيه ليهم ولينا يا رب،
وكان جايب لهم بقى تورتاية علشان عيد الميلاد. حبيت برضو اوريكم كده التورتاية، وبرضو هما اللي مختارين التورتة دي والله. يعني هو كان عند الحلواني صور لهم في المحل التورت اللي كانت موجودة، وهم اختاروا التورتة دي. كانت تورتة جميلة، هي ما فيهاش فاكهة ولا حاجة. انتوا عارفين بقى الولاد بيحبوا الصوصات والحاجات دي. كانت نصها كده كريمة ونصها شوكولاتة، بس هي بقى من فوق عليها صوصات والحاجات دي. فكان يوم والله النهاردة، مع انه كان بسيط ما فيهوش حاجات كتير، بس نقدر نفرح ولادنا بأقل حاجة. يعني بصوا بحاجات بسيطة جدا، ما تتخيلوش فرحانين ازاي. وربنا يخليكي لينا يا مامي، ربنا يخليك لينا يا مامي، وفرحانين. ومن كتر فرحتهم انا والله قلت يا ريتني عملت اكتر من كده كمان. ف يعني ربنا يديم علينا يا رب الفرحة جميعا كده. وخلاص احنا فعلا داخلين على الدراسة، هو يعني هما واحنا داخلين على المدعكة عارفين. فحبينا كده نغير جو. يا رب يكون الفيديو عجبكم وكان خفيف كده وخدتوا أفكار منه حلوة. ولو عجبك بقى الفيديو ما تنسيش تحطي لايك للفيديو، هستنى التعليق منك. وكل سنة وانتم طيبين وولادكم جميعا يا رب بألف خير. ربنا يعني يخليهم لينا ويرزقنا كده يا رب دايما برهم ونقدر نساعدهم. وباي باي.